السلام عليكم أعزائي المشاهدين. كتير مننا وخصوصا شعب مصر وأهله الكرام اللي بنتمي ليه وبفتخر إني من أحفاد أصحاب المجد والحضارة العريقة، الحضارة المصرية القديمة، الوحيدين اللي نعرف تاريخ أجدادنا العظام. ومع ذلك في مننا ما يعرفش أصل حضارتنا بينحدر لمين، وده لحد دلوقتي، إلا إذا كنت بقى من محبي التاريخ أو من محبي البحث في أصل حضارتك. وده موضوع النهاردة. بيبدأ عصر الأسرة الفرعونية بالنسبة لكتير في مصر القديمة من حوالي 3100 سنة قبل الميلاد، وبيضم الأسرتين الأولى والتانية اللي بيبدأ بيهم التاريخ المكتوب لعصر تلك الأسر. ولكن قبل كده بفترة طويلة ازدهرت شعوب العصر الحجري الحديث حوالي سنة 9300 ل 4000 قبل الميلاد، غير إن الشعوب ما تمش دراستها مقارنة بخلافهم من القدماء المصريين. ولحد النهاردة الاكتشافات المذهلة للآثار والقبور القديمة لسه مستمرة، اللي بتبين لينا أسلوب حياة القدماء وبعض أسرار التطور اللي عرفته الإنسانية عبر العصور. ويذكر موقع سوبر كوريوسو الأسباني إن من بين الحضارات الأكثر إثارة لفضول العلماء وعامة الناس الحضارة المصرية القديمة، اللي كانت بتتميز بمجتمع منظم بطرق مذهلة، وشيدت أبنية عملاقة تخطف الأبصار، وطورت نظم حياة فريدة من نوعها، إلا إن التساؤلات لا تزال مطروحة حول الأصول العرقية للمصريين. من أين ينحدر المصريون؟ بعد العديد من الدراسات والاكتشافات، إلا إن العلماء مش متأكدين من الإجابة على السؤال ده. عشان كده كترت التخمينات اللي تراوحت بين نظرية المؤامرة والقصص الأسطورية والاختبارات الجينية، واعتمد العلماء بشكل كبير على دراسة الكتابة الهيروغليفية ونبش القبور وفحص المومياوات لتقديم إجابة مقنعة حول أصل المصريين. وحتى الآن لا تزال البشرية بعيدة عن معرفة الحقيقة الكاملة في هذه المسألة. وزي بقية ثقافات العالم، المصريين القدماء فسروا أصولهم حسب الأساطير الموجودة في معتقداتهم، ويعتقد هؤلاء إن رع إله الشمس هو اللي أوجد سكان مصر. ولكن بعيداً عن الأساطير جرت أبحاث أكاديمية تستجيب للمعايير التاريخية والعلمية، وخلال القرن الأخير كان يعتقد أن أصول هذه الحضارة تعود إلى بلاد تسمى البونت، والاعتقاد ده جه بناء على الكتابات الهيروغليفية القديمة. ولكن موقع البلاد دي لم يتم تحديده بشكل دقيق، وربما يكون موجود بين الساحل الإفريقي والمحيط الهندي. ويشير الاعتقاد إن هم دول سكان أفريقيا القدامى اللي استقروا على ضفاف نهر النيل، وبعد ما طوروا مجتمعاتهم المحلية جم غزاة من الشمال وسيطروا عليهم، وده اللي ادى مجال لظهور حضارة متطورة اتحولت لسلالة كاملة من حكام مصر القديمة. ايه اللي بيعتقده علماء اليوم؟ إلى جانب النظريات والأساطير الشائعة، يواصل العلماء القيام بأبحاث وإحراز تقدم ملموس في بلوغ الحقيقة، أو على الأقل تقديم تفسيرات أكتر واقعية وصلابة. ويعتقد حالياً إن أصول المصريين ترجع لقبل ما تظهر الكتابة، وهي فترة في تاريخ البشرية اسمها عصور ما قبل التاريخ، وتقع بين العصرين الحجري والبرونزي. ويعتقد إن في حوالي سنة 6000 قبل الميلاد جت مجموعة من السكان عشان تستقر على ضفاف وادي النيل، وهم في الأصل رعاة غنم جم من ليبيا ونوميديا في شمال أفريقيا. وبعدهم جت مجموعة تانية من الرحل من إثيوبيا وشبه الجزيرة العربية. وممكن اتحاد الأعراق ده هو العامل اللي أدى لصعود الحضارة المصرية القديمة. التحليل الجيني، أغلب النظريات والتفسيرات اللي حكيتها دلوقتي تم استخلاصها من الرسوم في الكهوف والكتابات على ورق البردي والحفريات في المواقع الأثرية. ولكن في مصدر تاني مهم لحل لغز المصريين القدامى، وهو المومياء، ودي أجسام الموتى اللي تم حفظها وقت طويل من خلال عملية التحنيط. وشاركت مجموعة من العلماء من مختلف التخصصات في مشروع بدعم من جامعة كوبنهاجن ومعهد ماكس بلانك في ألمانيا في محاولة تحليل بقايا المومياوات واستخراج حمضها النووي. والأمر ده كان يعتبر تحدي كبير بسبب المواد والتقنيات المستخدمة لتحنيط الموتى ودرجات الحرارة
والرطوبة المرتفعة اللي اتحفظت فيها المومياوات، وده اللي صعب عملية أخذ العينات. لكن العلماء تمكنوا من استخراج الحمض النووي للميتوكوندريا من 90 موميا، وتمكنوا من تحليل تسلسل الجينوم الكامل ل3 مومياوات. وكان الهدف الأساسي من الدراسة هو معرفة إذا كان المصريين مرتبطين بأعراق تانية ممكن تكون معزولة عنهم، زي العرق القوقازي السائد في أوروبا وشمال أفريقيا وآسيا. وعشان كده قاموا بمقارنة الحمض النووي الموجود في المومياوات المصرية مع الحمض النووي لسكان مصر الحاليين، عشان يحددوا الفروق في تطور العرق وتحديد الاختلاطات اللي حصلت بين الأجناس بسبب الهجرة. والنتيجة كانت مذهلة وخلت العلماء في حالة دهشة، وده بسبب إن تبين ليهم إن رغم مرور 5000 سنة من التطور، مدة طويلة فصلت بين المصريين القدامى والحاليين، إلا إن ما حصلش تغييرات كبيرة في الحمض النووي. وده معناه إن سكان مصر حافظوا على خصائصهم طول الفترة دي، رغم وجود فرق بسيط في الجينات اللي بترجع للأسلاف، لأن العلماء لقوا في المومياوات القديمة جينات الشرق الأوسط بشكل واضح، لأن المصريين في الوقت ده كانوا مرتبطين بأفريقيا. أين نسل الفراعنة؟ دلوقتي قدر العلماء الحصول على معلومات عن الحضارة الفرعونية، وهي معلومات جينية كاسحة من المومياوات المصرية. ومن بعض نتائج الدراسات التانية تبين إن أقرب أقرباء المومياوات كانوا في الأصل من المزارعين القدامى، واللي بينتموا حالياً لدولة فلسطين والأردن. وعلى النقيض من ده، ورث المصريون المعاصرون المزيد من الحمض النووي الخاص بيهم من مواطنين إفريقيا الوسطى. ونتيجة الأبحاث دي أشارت كتير من الوثائق والاكتشافات التاريخية والأثرية إلى وجود روابط وثيقة بين مصر والشرق الأوسط. يقول بعض الباحثون إنه ممكن وليس مؤكد وجود في الحمض النووي للمومياوات نبض لأفريقيا جنوب الصحراء منذ حوالي 700 سنة، وإن الاختلاط بين المصريين القدماء والأفارقة أقصى الجنوب ممكن نلاقي في الحمض النووي للمصريين الحاليين حوالي 8% من أسلافهم بيرجع للأفارقة. ولكن مفيش دليل مؤكد بيقول إن المصريين القدماء موجود في أصلهم عرق أفريقي، ولحد دلوقتي ما نعرفش هل الاختلاط بين المصريين القدماء وغيرهم من الأعراق التانية متشابهين وراثياً ولا لأ. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا أعزائي المشاهدين. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مستنيين آرائكم في الكومنتس. سلام.